قدمت على البوزيشن اللي انا فيه حاليا اللي هو مسؤول قسم الاي تي ضمن جي كي اوتو اربيل بمعرض الاعمال الدولي لورانكا فراس. اسمي ياسر نفيسة، دارس هندسة معلوماتية اختصاص ذكاء صنعي، مواليدي 1994. حاليا مستلم قسم الاي تي ضمن جي كي اوتو باربيل. قدمت على البوزيشن اللي انا فيه حاليا اللي هو مسؤول قسم الاي تي ضمن جي كي اوتو اربيل بمعرض الاعمال الدولي لورانكا فراس، ومن خلاله انا صرت موظف فيه ببدايه الشهر الحالي. بدايه خلال وانا عم بعمل بحث عن فرص عمل، فكنت عم بدور على السوشيال ميديا وعلى المواقع كتير منها موقع فرص. من خلاله سجلت عليه وصرت يعني كل فترة أعرف شو في شواغر موجودة. كانت شغلتي السابقة هي مسؤول التدريب ضمن مؤسسة تنموية ضمن سوريا. من بعدها كرمال أكسب فرص جديدة سافرت من سوريا لأربيل. يعني من قبل دخولي الجامعة كنت دائما أحضر كورسات أونلاين أو كورسات أنا أروح سجل فيها بالمراكز تدريب. من بعدها بالسنة الثانية جامعة تقريبا تطوعت بمؤسسات عديدة، من بيناتهم المؤسسة اللي أنا توظفت فيها من بعدها. هلا كنت أول ما دخلت لهنيك عملت أول شيء شفت شو هن الشركات الموجودين، دورت على الشركات اللي هن باختصاص المعلوماتية. قدمت عندهم CV في منهم يعملوا معي مقابلة فورا. من بعدها صرت انه اغلب الشركات قدم عندهم، من بيناتهم كانت شركة هونداي. حصلت على 3 فرص من مقابلات ضمن المعرض، من بيناتهم شركة هونداي. راضي طبعا عن شغلي كرمال يعني اولا لانه هو باختصاصي اللي درست فيه، ثانيا الجو اللي عم بيكون ضمن التيم فهو اللي انا بحبه يعني. رسالتي لكل الشباب هي انه لا حدا يفقد الامل كرمال انه ممكن يقول انه ما في لي فرصه، لا الكل في له فرص، الكل بيقدر يوصل للفرصه اللي بده اياها، بس يعني شوي يحاول دائما يدوروا على الفرص اللي بيلاقوها، مو فرص تانية ممكن ما يكونوا بدهم اياها بس هي الاساس هي فيهم. بدي اتشكر حضوركم، وبدي اتشكر مؤسسه روينجا يلي من خلالها قدرت انا اوصل للفرصه اللي انا بدي اياها ضمن المعرض.